حد شاف الاهلي النهارده يا جدعان؟ لما حد يشوف الاهلي يبقى يقول لنا السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. امبارح كنت بقول ان الدوري لما الاهلي يلعب كده الدوري بدأ. اتاري الاهلي ما لعبش النهارده، ولا الدوري بدأ ولا حاجه. الاسيوطي تعادل امبارح سلبي واداء سيء جدا. الزمالك اداء متوسط وجاي منه، و2-0 ونتيجه ايجابيه للزمالك و3 بونت وتصدر وكل حاجه بنتيجه 2-2. تعادل ايجابي للنادي الاهلي في ماتش غير متوقع. انا بس عندي حاجه لفريق مودرن سبورت، طبعا عمل ماتش عمره الماتش دوت، وكابتن مجدي عبد العاطي والجهاز الفني كله. انا يعني في حاجه بس عايز اقولها. اي حد بيقابل الاهلي بيعمل نفسه برشلونه، بنشوفه بيطلع اقصى حاجه عنده، سواء لعيبه، سواء مدير فني، سواء حكم. اي حد بيجي قدام الاهلي بيبقى بيطلع اقصى حاجه عنده من اداء، عشان خاطر يبين ان هو حلو وكويس وجميل. اتمنى بقى ان هم فريق مودرن سبورت وكابتن مجدي عبد العاطي يكملوا كده لاخر الدوري، يجي قدام. انا لسه اشوفهم في ماتشات الزمالك والاسيوطي هيعملوا ايه. هل هيبقوا بنفس الاداء وبنفس الروح دي وبنفس كل حاجه، ولا هنشوف حاجه تانية؟ يعني الواحد مستغرب ليه دايما قدام الاهلي كله بيعمل كده. لعيبه، بنشوف لعيبه مشيت من الاهلي فبيبقى عايز يثبت ان هو ما كانش يستاهل ان هو يمشي من الاهلي. لعيبه مش في الاهلي مثلا وعايزه تثبت ان هي احسن من اللي موجودين، وانا نفسي اجي الاهلي، ولما بنجيبهم ما بنشوفش منهم حاجه. مدير فني بنشوفه بيقدم اقصى حاجه عنده، بيعمل كل حاجه، يجي قدام فرق زي مثلا اسماعيلي، زمالك، اسيوطي، ما بنشوفش منه اي لمسه ولا اي لمسه. حكام يعني حزم وشده وجبروت في الملعب، ما شاء الله عليهم. كابتن طارق مجدي النهارده زي الفل. اتمنى بقى نشوفه بقى ايه في بقيه الماتشات الانديه التانيه نفس الاداء ده، ان هو عايز يثبت نفسه ان هو تمام 100 100. النهارده بنشوف كارثه، كارثه للنادي الاهلي. ويعني بنشوف لعب قرف. احنا الاهلي بيقدم قرف النهارده، الاهلي كان بيقدم قرف في الملعب، بس مش حاجه تانية غير كده. اللعيبه كلها عايزه تخش من العمق وتشوت و... وتلعب من العمق، ومفيش ولا اوفرلاب شفناه في اي لقطه تتقال من ورا ولا اي حاجه للوينجات. والواحد كان خلاص كان فاضل يعني شويه ونروح الاستاد نبوس الايادي بتاعت اللعيبه والنبي ارفعوا الكوره، اعملوا عرضيات، يلعبوا من الجناب. مفيش حاجه شفناها النهارده حلوه تتقال غير هي لقطه واحده بس، اللي هي اللي منوره في الماتش كله. ده اللي كسبناه النهارده، هو ياسين مرعي. ده اللعيب اللي احنا كسبناه من كل اللي حصل ده بقى، فتره الاعداد واللعيبه الانتدابات اللي عملناها. هو ياسين مرعي بس اللي الحاجه الحلوه اللي كانت موجوده في الماتش النهارده. تعليق برضو على المدير الفني، في 3 لعيبه كده مش عايز اشوفهم تاني بقيه الدوري. يعني لما انت محمد هاني ما بيعرفش يلعب او مش جاهز ان هو يلعب، مش قادر يلعب النهارده، بتلعبه ليه؟ قفشه هو ده الحل؟ لو هو برضو انت قفشه لو هتعيش على القضيه ممكن يبقى ما تلعبش تاني كوره. مفيش منك اي حاجه خالص، راجل بيديك فرصه عكس ما توقعناه خالص، ان هو مش هيلاعبك او يبدا بيك اساسي او يلعب بيك وقت كبير. الراجل بيلعبك وبيديلك وما بتعملش حاجه. مفيش حاجه يعني عدله تتقال ان انت عملتها النهارده في الماتش. حاجه كمان، انت دلوقتي سواء بقى متعادل او متاخر في النتيجه، طاهر هو اللي هيحل المشكله؟ استحاله. طاهر شويه شويه ولا شويتين كويس، والباقي ايه؟ ما بنشوفوش. بلح. النهارده ما بنشوفش طاهر بيعمل حاجه حلوه او عدله في الماتش. فانت ال3 لعيبه دول لو هيكملوا ودي التشكيله بتاعتك، لا يبقى انت تفكر مليون الف مره وتلغي بقى فتره الاعداد اللي انت عملتها، وتلغي كل الارقام والحاجات دي كلها، وتبدا من اول وجديد، وتشوف بقى الناس اللي هتقدر تكمل بيها بقيه الدوري. انت عندك سكواد عالمي، تحط لعيبه زي دي او التشكيل ده السيء ده
مفيش تناغم ولا في انسجام بين اللعيبه ولا في كور بتطلع صح ولا اي حاجه حلوه ولا ربط بين الخطوط ولا اي حاجه. نقطه كمان، فين اليو ديانج؟ احنا قلنا امبارح اليو ديانج ده تجيبه كده تمسمره في نص الملعب او تحطه كده في الدايره وتبني عليه الفريق، بقيه الفريق. انما هو فين؟ مش مقتنع بيه في التدريبات. طب ما احنا شفناه في اخر ماتش في بورتو في كاس العالم. غير كده هات له فيديوهات، شوف الراجل ده كان عامل ايه. انت معاك دبابه بشريه، راجل قوه بدنيه موجود، التحامات وبيكسبها موجود، ضغط عالي على الدفاعات موجود، افتكاك الكرة من نص الملعب ويبوظ هجمات الفريق المنافس موجود، تبقى عند ال 18 في العرضيات وفي الضغط عند الفرقة المنافسة، كرة اتقطعت تلاقي عند ال 18 بتاعك موجود، هتلاقي كل حاجة. فيا ريت بقى الإدارة ورسالة للمدير الفني، اليو ديانج يتحط وبقية الفرقة تتحط عليه يا جدعان الماتشات الجاية إن شاء الله. أتمنى ما نشوفش القرف ده تاني. إن شاء الله الأهلي يقدم حاجة كويسة الماتش الجاي. لسه الاهلي ما جاش، احنا ما شفناش اي حاجه كأن الماتش ده ما حصلش. وان شاء الله اللي جاي احسن يعني باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك على الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم دايما على خير، وسلام عليكم.